احلى مسا عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده عاملين لكم بقى كده مشروب اسمه مخيطو. بصراحه تحفه تحفه بجد جدا. ومنعش ولذيذ وطعمه يعني مش عارفه اوصف لكم بصراحه. ارجو تجربوه. وطبعا يعني بنشربه في الكافيهات وكده يعني بمبالغ، فاحنا عملناه في البيت باسهل طريقه. تعالوا بقى نشوف المكونات مع بعض. جبنا طبعا معاكم اهو ليمونه قطعناها شرايح، وورق من النعناع الفريش، ومكعبات تلج. ومعانا طبعا اي مشروب غازي زي سبيروس باتس. ومعانا الالوان طعام. طبعا الوان طعام يعني مش فيهاش حاجه ابدا، مش مضره ولا حاجه. بننزل بقى في الكوبايه بتاعتنا بشرايح الليمون وورق النعناع الفريش. او كده تمام. ده كده مقدار كوبايه واحده. بنحاول بقى عشان نعزز الطعم كده بالشاليمو بتاعتنا كده، بنحاول يعني ايه نهرسه سنة كده يعني. ندوس عليه كده بحيث نعزز الطعم شوية، يعني الليمون ينزل معانا شوية. ايوه كده تمام. يا دوبك حاجة بسيطة كده مش كتير يعني. بس كده. وطبعا ممكن تحطوا اي مشروب انتوا حابينه بطعم الليمون. اي حاجة فيها صودا يعني. هنحط بقى نقطتين بس من اللون، طبعا اللون الازرق. نقطتين بس، انا قلت بقى اول مرة اعمله معاكم فقلت اجربه كده نقطتين بس الاول، عشان نشوف اللون هيوصل معانا لايه. بس كده هننزل بقى بالتلج، مكعبات التلج. طبعا المشروب ده جميل جدا في الجو اللي احنا فيه دوت، في الحر. كده حطينا الليمون وورق النعناع ومكعبات التلج والنقطتين بتوع الطعام، اللون الطعام. هننزل بقى بالمشروب بتاعنا. فتحناها معاكم. وسهل جدا على فكرة، هو ما خدش وقت خالص. هو الفيديو ممكن يكون اخد وقت شوية بس هو ما خدش معايا وقت. طبعا حسيت ان لونه عايز لون تاني فحطيت نقطتين تاني. بص وصل معانا اهو للون. هنقلبه اهو. بس الكاميرا قفلت في النقطة دي. نزلنا اهو بالمشروب. وكده خلاص يعتبر كده خلص معانا. وطعمه تحفة جدا. طبعا في الكافيه بمبلغ وقدره. فليه؟ طب ما سهل، احنا عملناه بأبسط المكونات. وهو كان فيه بذرية صغيرة من الليمون. بص عامل ازاي تحفة بجد، وطعمه جميل جدا جدا. بس شكله عامل ازاي. ما شاء الله تبارك الرحمن. جربوه قولوا لي ايه رأيكم. بألف هنا وشفا عليكم حبايبي.